في الفيديو ده هقول لكم على طريقتين عملت بيهم الحظاظات دول اللي من الخيوط، وفي طريقه منهم هي اللي انا عامله بيها الخصله دي اللي في شعري، وكمان هي اللي عامله بيها الهاند فري بتاعي مخليني محافظه عليه بقالي تقريبا 4 سنين، علشان هو رفيع جدا ولو مش عليه حاجه كان هيبوظ بسرعه. فيلا بينا. اول حاجه الخيوط، وهي بتيجي بشكلين اللي هو ده والشكل ده برضو، وهي اسمها قطن او دي ام سي. اول حظاظه هعملها بالثلاث الوان دول. الطريقه دي هي اللي انا عملت بيها الخصله اللي في شعري، وهي برضو اللي انا عملت بيها الهاند فري. اول حاجه هنقص الخيوط، ودي بتختلف من ايد لايد على حسب مقاس الايد، بس انا بحب اسيب فيه طول شويه علشان معطلش في الاخر او تبقى قصيره. بعد ما قصيت الثلاث الوان هتأكد ان هما محطوطين على بعض بنفس الطول من تحت ومن فوق، وبعدين هعمل اول عقدة او ربطة وهي بتتعمل من فوق، سهلة جدا. وبعد كده هثبت العقدة دي بأي لزقة، أو لو قدامكم مكان زي قماش فتقدروا تثبتوه فيه بدبوس وهيثبت جدا. بعد كده بقى هنبدأ في أهم خطوة، وهي إن احنا نعمل الحظاظة فعلا، ودي لازم تحفظوا معايا رقم 4 بالإنجليش عشان ده اللي هيشتغل معانا دلوقتي. أول حاجة هناخد خيط أو 2 على حسب احنا عايزينها تبقى عاملة ازاي، ونعمله رقم 4 فوق الخيوط كلها، وبعد كده ناخد طرفه اللي على اليمين وننزله من تحت الخيوط دي كلها ونطلعه من النص رقم 4 ونشد. نفس الخطوة دي هتتكرر لحد ما نيجي نقفل الحظوظة، وبعد كده هنبدأ نعمل خطوة جديدة، لكن كخطوة هي دي اللي هتفضل تتكرر. الفرق ان احنا بنغير الالوان، ولما الخيط بنحسه هيقصر بنبدأ ناخد نفس اللون او اللون اللي بعده على حسب احنا ماشيين بتدريج عامل ازاي، ونبدأ من جديد. بعد ما اخلص اول لون، انا هنا مقررة ان هما يبقوا 3 الوان، فهبدأ في اللون الاخضر. هسيب برضو كل الخيوط ملمومة مع بعض في جنب، وهبدأ اعمل رقم 4 باللون الجديد اللي انا عايزة ابدأه، ونكرر نفس الخطوة لحد ما نوصل لوقت ان انا عايزة اغير اللون وابدأ لون جديد، ودي بتبقى على حسب ذوق كل واحد. وبعد ما اخلص حسب الطول اللي انا عايزاه هبدأ اقفلها واعمل نفس الربطة زي اللي انا عاملاها فوق، وبس كده.
ممكن اسيب الطول اللي باقي ده ان انا اربط بيه او ان انا اقصه، دي براحتكم خالص. تاني واحدة ودي هعمل فيها 4 الوان، هتبقى شوية شبه الضفيرة بس مش الضفيرة اللي احنا بنعملها على طول. هنقص الخيوط زي ما احنا عايزين على حسب مقاس الايد، وبرضو زي البداية اللي فاتت هنبدأ نعمل ربطة ونثبتها على المكتب بلزق او بدبوس. بعد كده هنبدأ نوزع الألوان بتاعة الخيوط 4 على اليمين، هما نفس الترتيب على الشمال. بعد كده هبدأ اخد اول لون على الشمال واحطه مع الجنب اللي على اليمين، ونفس الكلام اللون اللي انا مثلا خدت دلوقتي الاحمر هاخد اللي على اليمين من هناك واحطه على الشمال، ونفس الكلام في كل الالوان. وبرضو نفس الخطوة هتفضل تتكرر لحد الاخر. هوريكم من قريب شوية، هو الموضوع يبان صعب بس هو بجد سهل وممتع جدا وانتوا بتشتغلوا. وفي الاخر بعد ما نخلص برضو بنعمل ربطة في الاخر، بس هنا هوريكم طريقة تقفيل مختلفة شوية، وهو بعد ما بنعمل ربطة بنعمل ضفيرة عادية وبعد كده نربط تاني ونحرقها علشان يبقى معانا طول، بس في نفس الوقت الطول ده مش مجرد خيوط لوحدها، لا هي ضفيرة عشان نقدر نربطها مع الناحية التانية. وفي الاخر ممكن نحرق الاطراف دي علشان الخيوط ما تطلعش مع الاستخدام. وبس كده، ده شكل تاني حظاظة. طبعا في افكار كتير بس حاولت الفيديو ده يبقوا فكرتين بس علشان اوضح فيهم اكتر الفكرة اللي هي الاولى اللي ممكن نستخدمها اكتر في كذا حاجة كشعر او ان احنا نحمي بيها الشاحن او الهاند فري بس. وهوريكم دلوقتي الهاند فري بتاعي اللي هو فعلا بقاله 4 سنين ما حصلوش حاجة الحمد لله.
ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ولايك على الفيسبوك وفولو على الانستجرام، وبس كده. باي باي.